ما نتكلم عن كل أندية العالم، اليوم اريد اسوي حلقة خاصة لزعيم الكرة العراقية اللي هو نادي الزوراء العراقي. أسس نادي الزوراء العراقي 1969، وكان بهذاك الوقت مو اسمه الزوراء، كان اسمه نادي المواصلات الرياضي. طبعا يعود نادي الزوراء العراقي إلى وزارة النقل العراقية. نادي الزوراء له ألقاب كثيرة، ومن أبرزهم الزعيم، المدرسة العراقية، والنوارس. وطبعا نادي الزوراء ما دام اسمه مدرسة الكرة العراقية ف100% مطلع مواهب كثيرة للمنتخب العراقي. أما رئيس نادي الزوراء الملقب بالثعلب اللي هو فلاح حسن. الآن نجي للألقاب والإنجازات اللي حصل عليها زعيم الكرة العراقية. حصل على 14 بطولة في الدوري العراقي الممتاز كأكثر نادي حصولا على هذه البطولة، وحصل على 16 لقب في كأس العراق هم كأكثر نادي حصولا على هذه البطولة. أما في دوري أبطال آسيا فشارك 39 مباراة، من 39 مباراة استطاع الفوز ب 19 مباراة، وتعادل ب7 وخسر ب13 مباراة. نسيت اقول لكم انه حصل على كأس السوبر العراقي 5 مرات، وهو الاكثر تتويجا بهذه البطولة. فكل هذه الالقاب فطبعا هو زعيم الكرة العراقية. ما هذا راح يطلع لكم هو جمهور الزوراء الجميل والراقي. ابرز لاعبي نادي الزوراء صاحب الرقم 10 اللي هو صاحب عباس، واللاعب الثاني الراحل الاسطوره العراقيه احمد راضي، ومثل ما قلنا الرئيس الحالي اللي هو الثعلب فلاح حسن. هناك لاعبين من محافظتي اللي هو ناصر طلاء وغازي فهد. طبعا اكو كثير بعد من اللاعبين، منهم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، راضي شنيشل مدرب منتخب العراق، الكابتن نشأت اكرم، اي صلاح مدرب الكهرباء، وحسام فوزي و لاعبين كثير صراحه. هذه ابرز لاعبين الزوراء، وهناك لاعبين صراحه قائمه تطول وما نقدر نذكرهم كلها في فيديو واحد. نادي الزوراء يستحق ان يكون زعيم الكرة العراقية والمدرسة العراقية. شكرا للمشاهدة ومع السلامة.